السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. معاكم سلوى الصديق لفرش العرايس. قبل ما نبتدي الفيديو تصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معنا النهارده شقة عروسة جديدة، يا رب الشغل فيها يعجبكم. معلش اتأخرت عليكم في تنزيل الفيديوهات، سامحوني بقى وادعوا لي دعوة حلوة من قلبكم. ربنا ييسر لي حالي وييسر لكم امركم يا رب، اللهم امين. من بدايه الشقه كده نقول بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. اللهم بارك للعروسين يا رب. هنا كانت الشقه جزئين، اللهم بارك. الجزء الاول زي ما حضراتكم شايفين كده ريسبشن واسع مفتوح على بعضه، بس كان ناقص الشقه حاجات كتير طبعا، بس علشان انا اخلص شغلي فصورت لكم بقى زي ما هي دي شكل النجفه كده، اللهم بارك. كان فاصل بين الجزئين كده باب صغير كده، وكان كل جزء له باب منفصل. هنا البوفيه بتاعها بسم الله ما شاء الله، زعت لها عليه الانتيكات كده، وكان في مراية للتصوير جنبه كده زي ما حضراتكم شايفين. هنا كانت الركنة بتاعتها باللون الكافيه، كان ناقصها الكوشن بتاعتها والترابيزة ما شاء الله. الباب ده كان غرفة للضيوف، حطينا الزرعة دي، وكانت الكنبة دي كان ناقص الكرسيين، كان هيبقى نص انتريه، كان ناقص الكرسيين والترابيزة. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هنا بقى البوفيه حاطط لها هنا باقي طقم الصيني، وحاطط لها بقى طقم الشوربة اللي على حامل ده، وطقم الشاي، ومن ورا صواني للبايركس. اللهم بارك. جايبة حوامل كتير للرخامة، فأنا محبتش أزحمها، هنشوفها برضو مع بعض دلوقتي. ما شاء الله. حطيت لها طقم الخشاف الكريستال كده من فوق، حط لها طقم القهوة ده من تحت اللي هو على حامل. اللهم بارك. الضرفة التانية بقى اللي حطيت فيها مؤقتا كده حاجات الترابيزات، النتيجة اللي هتبقى على ترابيزة الشاشة، وشايلت الكحكة وطبق التسالي والأنتيكات بتاعة ترابيزة الشاشة برضو حطهم لها كده عشان يتحافظ عليهم، لسه صنايعية هتدخل تجيب باقي العفش يعني. هنا بقى غرفة الأطفال، اللهم بارك. كانت تسريحة كده والسرير والدولاب، كانت الغرفة معاها حمام. هطلع الباسكت كده بسم الله ما شاء الله، اللون كان جميل كده، لون الظهر السرير مع لون الستارة ما شاء الله، اللهم بارك. فرشت لها المفرش السوفت كده، حطيت لها المكنسة كده جنب الدولاب، ده كان شكل التويلت. هنا بقى كان دولاب صغير كده زي ما حضراتكم شايفين. تعالوا نشوف بقى عملنا لها فيه ايه، بما انه هو غرفة ضيوف فحطيت لها فيها الحاجات الزيادة، المفروشات الزيادة. هنا ملايات زيادة، هطلع استعملها الناحية التانية يعني، ودفايات بقى. احنا كنا طبعا فرشة الشقة دي في الصيف، وحطيت لها 3 لحفة كده، جايبة 3 لحاف كبير، وبعض الدفايات. هنا عملت لها بقى فوط ما شاء الله، اللهم بارك. عملت لها فوط كبير كده، ومن تحت بقى المفرش القطيفة وبرضو دفايات كده، اللهم بارك. هنا مفرش قطيفة كبير، وهنا الدفايات والبطاطين اللي هي الأسباني، ومن تحت كده دفايات ما شاء الله. يعني جمعت لها كل حاجة الشتاء هنا، بما ان احنا كنا في فصل الصيف، فجمعت لها حاجة الشتاء ايه يعني بعيد عنها كده في الدولاب ده ما شاء الله، اللهم بارك. هنخرج بقى من الجزء ده. حطيت لها هنا كان الباسكت بتاع الزبالة وعلبة المناديل، المفرش بتاع الترابيزة حطولها برضو على كتف الكنبة كده. ندخل بقى على الجزء التاني، كان برضو صالة واسعة كده، كان فيها السفرة والنيش، ده كان شكل الدلاية بتاعتها. حطيت لها البونبونيرة وطبق الفاكهة والفازة على السفرة. كان ناقص برضو الكراسي بتاعت السفرة، كانت هتيجي مع باقي الحاجة. بسم الله ما شاء الله. الباب ده كان فاصل للمطبخ، كان هيدخلنا على المطبخ، وده الحمام. تعالوا نشوف بقى محتويات النيش مع بعض. كان ازاز وفامي كده، قلت لهم يعملوا لنا ليد فيه. هنا حطيت لها 2 قارورة كده زي ما حضراتكم شايفين، ومعاهم على الجنبين كده طقم كاسات، اللهم بارك. ورأيكم بقى في رص في النيش وفي البوفيه، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة. هنا عملت لها طقم الشاي والجاتو، كان ما شاء الله كان رايق جدا، وحطيت معاه برضو طقم كاسات كده.
هنا بقى الطقم الصيني بتاعها اللهم بارك، عملته لها كده في الرف كله، عملت لها من تحت طقم ميكروبال كامل. ما شاء الله ربنا يسعدها يا رب وتدوم حاجتها في الهنا والبركة والسعادة اللهم امين. هنا بقى الغرفتين دي غرفة النوم الكبيرة وغرفة ضيوف تانية، بس كان هنا السرير ما شاء الله كبير بشكل الدلاية كده زي ما حضراتكم شايفين. وهنا كان ظهر السرير كشمير وعاملين برضو لون الستارة شكله بنفس اللون. السرير بقى والكومود ودولاب كبير شوية وتسريحة برضو ما شاء الله. كان ناقصها المراية بتاعتها برضو اللهم بارك. حتى طلعت الطرح بتاعتها كده في الدرج الكبير ده، وبعض حاجتها يعني الزيادة حطها لها في الأدراج، بما إن الغرفة دي جنب غرفة النوم فباقي حاجتها حطيناها لها هنا. هنا بقى حطت لها كل الكوفرتات وحطت لها دفاية كده زي ما حضراتكم شايفين، وباقي الفوط بقى اللي هتستعمل منها، وهنا الملايات برضو اللي هتستعمل منها، ومن تحت بطاطين اللي هي الأسباني، ويعني جمعت لها الكوفرتات اللي هي الصيف اللي هتستعملها، وبعض الدفايات والبطاطين معاها هنا برضو قريبة لإيديها، والملايات اللي هتفرشها هنا استعمالها يعني. الناحية التانية بقى كان لبس الخروج بتاعها، بما ان برضو الغرفة جنب غرفة النوم فمش هتبعد كتير. وحط لها شنط الخروج كده في الرف ده، وحط لها من فوق بطانية كده زي ما حضراتكم شايفين. ما شاء الله اللهم بارك. ادعوا دعوة حلوة بقى للعروسة من قلبكم، ربنا يسعدها ويهنيها بحاجتها اللهم امين. وعايزة بقى الكومنتات كلها الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودعوات حلوة للعروسة عشان تفرحوها وتفرحوني. ما شاء الله اللهم بارك. كده هنخرج بقى ندخل على غرفة النوم الماستر ما شاء الله اللهم بارك. كل حاجة كانت خلصانة، بس طبعا ما فرشناش السجاد لحد ما باقي الحاجة تيجي يعني. ما شاء الله الدولاب الكبير ده كده شكل الدلاية، دلايات الشقة كلها كانت جميلة ما شاء الله. هنا بقى السرير اللي حاطط لها المصحف كده والسكادة اللي عليها اسمها. فرشنا لها المفرش السوفت التركي، حط لها الأباجورات كده على الكومودينيات والباسكت وعلبة المناديل. ده كان شكل التسريحة ما شاء الله. وزعنا لها الميك اب كده ما شاء الله اللهم بارك، جايبة منظم للميك اب. وزعنا لها البرفان في جنب والميك اب كده زي ما حضراتكم شايفين. حاجات بسيطة كده، والباقي في الأدراج. التسريحة كانت مساحتها كبيرة ما شاء الله. المنظم بتاع الأقلام ده اللي هو بيبقى جاي مع علبة المناديل والباسكت. تعالوا نشوف بقى حطينا لها في الأدراج ايه. الدرج ده عملنا لها كله البادي سبلاش بتاعها زي ما حضراتكم شايفين كده. حط لها كل المزيل العرق بقى من جوه كده والسبريهات. وهنا عملت لها الاكسسوارات والتوك بتاعتها ما شاء الله. حط لها بقى حاجة الميك اب والأجهزة والكلام ده تحت في الأدراج اللي تحت كده زي ما حضراتكم شايفين، والكريمات وزعت لها بقى حاجتها كده في الأدراج اللهم بارك. بحب التسريحة اللي بيبقى فيها أدراج كتير. هنا الأجهزة واللوكس بتاعها ما شاء الله. ربنا يسعدها يا رب ويهنيها. تعالوا نشوف بقى محتويات الدولاب مع بعض. عملت لها بقى اللبس، كنت طبعا واخدة راحتي عشان احنا معانا 3 دواليب. عملت لها اللبس بتاعها الصيفي كده زي ما حضراتكم شايفين، ومن تحت كانت الجزمة لسه ما جتش، عملت لها الشوزات بتاعتها في الرف اللي تحت ده. طبعا الشوزات جديدة، بعد كده لما تستعمل بقى هيطلعوها في الجزمة بره. عملنا لها اللبس الشتوي كده هنا زي ما حضراتكم شايفين، العبيان من فوق الرواب، ومن تحت بقى البيجامات والدفايات ما شاء الله اللهم بارك. وسعتولها كده بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين، ربنا يهنيها يا رب ويسعدها. والضرفة دي بقى طبعا سيبناها للعريس، جايب 3 دواليب يا جماعة لازم نسيب له رف
مش رف، ضلفة كاملة. يا رب يسعدهم ويهنيهم يا رب، اللهم امين. كده غرفة النوم كده معانا خلصت. تعالوا بقى نطلع نشوف باقي الشقة. اتفضل معانا المطبخ والحمام الكبير. ما شاء الله، نظرة كده بس على الغرفة. هنخرج بقى ندخل من الباب ده للمطبخ. ما شاء الله. المطبخ برضو كان ناقص الشباك يتركب. هنا بقى شكل المطبخ كده والتوزيعات اللي على الرخامة. هنا الفرن بتاعها والكتل. هطلع التوابل بقى وهنا الديب فريزر والتلاجة. ما شاء الله يا جماعة. قبل ما اجي الشقة، انا اخر واحدة تطلع من الشقة. طبعا انا قلت الكلام ده كتير. كل حاجة في الشقة تبقى خلصانة، كل حاجة بقيت عفشكوا يبقى موجود علشان افنش الشقة، ما عادش حد يدخل ورايا. بس طبعا لا حياة لمن تنادي. هنا كده كان في ضلفة نيش جنب الفريزر. حطيت لها بقى كاسات استعمالها بقى وبعض الكوبايات والفناجين. وهنا شفشق العصير ده وبعض الكوبايات. وهنا كوبايات الهوت شوكليت والمجات بقى وكوبايات جيلي. وهنا طقم شوربة بورسلين. وحطيت بقى من ورا الكوبايات اللي هي الزيادة المتكررة. ما شاء الله اللهم بارك. وهنا حطيت من ورا برضو طقم البايركس القوارب كده وبعض الكوبايات من قدام. ما شاء الله. عملت لها الضرفة دي بقى العلب التلاجة وعلب الخزين كده زي ما حضراتكم شايفين. بسم الله ما شاء الله. كانت ضلفة كبيرة واخدت بقى، عملت بكل أريحية كده زي ما حضراتكم شايفين. وحطيت بقى باقي البلاستيك من تحت. ما شاء الله. طبعا المساحات كانت معانا حلوة، فالدنيا حلوة ما شاء الله. هنا بقى الضرفة اللي فوق دي عملت لها باقي الكوبايات بتاعتها. وهنا عملت لها طقمين كاسات كده ومع 2 مج كده لاستعمالها اليومي. والضرفة دي حطيت لها فيها كل الحاجات اللي هي الخزين الأكياس. والضرفة الصغيرة دي بقى اللي عملتها للأزاز كده زي ما حضراتكم شايفين. ما شاء الله. بما إننا كده فوق المطبخ يبقى الحاجة بتاعتها جنب إيديها. وهنا عملت لها حاجة المشروبات. وهنا باقي الأكياس ما شاء الله اللهم بارك. جنب البوتاجاز بقى عملت لها الجريلات والمقالي من فوق من تحت الصواني بتاع الفرن كلها ما شاء الله. طبعا انا ما كانش معايا ظرف فوق، الظرف تحت خالص يعتبر الا الضرفه دي. حطيت لها هنا الصواني اللي بتاعت العشاء. وهيبقى الانبوبه جنبها. هنا تحت الحوض بقى البلاستيك الكبير والكولمان والحاجات اللي هي الكبيره دي تحت الحوض. ما شاء الله. ومن الناحيه التانية كان الباسكت. وكان الشفاط اللي لسه هيركب مع الشباك. حط لها الزرعه الخضرا دي كده بعض الزرعات على الرخامه. هنا طقم المشروبات مع الاير فراير. هنا كان تربو. وهنا بقى ادراج الرفايع. كان فيها منظم كده الأول درج كده عملته لها زي ما حضراتكم شايفين كده حاجات اللي هي تستعملها. عملت لها درج كده للسكاكين والحاجات الحادة والمقاور وكده. ومن تحت بقى حطيت لها الفوط بتاعتها وباقي الرفايع. ما شاء الله. حط لها الزرع كده فوق الفريزر. هنا بقى الضرفة اللي فوق الفريزر حطيت لها العجان وحافظ الطعام والترمس وكده ما شاء الله حاجات الرحلات. الحاجات اللي هي مش هتستعملها يومي. والضرفة اللي فوق التلاجة حطيت لها فيها الستيل. طقم الستيل الحلل. وكنكة وطقم كنك وبراد. ما شاء الله. فطبعا زي ما حضراتكم شايفين ما كانش فيه مجال ان انا احط الحوامل اللي انا حطيتها في البوفيه. هنا بقى حطيت لها طقم الحلل الالومنيوم وطقم كسرونات الومنيوم وفواله وحطيت لها الجريل الدبل كده لان ما دخلش معايا في اي ضرفه. فحطيته لها في جنب كده يبقى جنب ايديها برضو استعملها. هنا الضرفه دي عملتها لها الشوكبات كده للميه وبعض الكوبايات جنب ايديها. الضرفه دي عملتها للاجهزه. من فوق مكانة الزبادي والتوستر ومضرب البيض. ومن تحت بقى الخلاط والكبة والهاند بلندر. جايبة 2 هاند بلندر كده زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله. هنا بقى حط لها الطقم البورسلين بتاعها العشاء. وحط لها شاي ومية استعملها. الضرفة دي بقى على غير العادة حطيت فيها حلل
لان ما معيش ظروف تحت زي ما حضراتكم شفتوا كده. حطيت لها الطقم الجرانيت والتيفال. ما شاء الله. ده كده شكل الرخامة. حط لها طقم صواني كده على الفرن بتاعها، والزاوية التانية فيها الاير فراير. قولوا رأيكم بقى، استغليت المساحة صح ورصي هي عجبكم في المطبخ ولا لا؟ ورصي برضو في النيش، قوليلي في الكومنتات. ربنا يا رب يسعدها ويهنيها ويدوم حاجتها في الهنا والبركة والسعادة. هنا بقى شكل التويلت الكبير. هنا طبعا الشباك لسه مركبش، كان بانيو والتويلت والحوض، وكانت في زاوية كده عاملين لها فيها الأرفف كده، عملت فيها المنظفات زي ما حضراتكم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. بحب الناس اللي بتعمل حسابها في الحاجات دي، بس يا ريت يعني يعملوا لها ضلفة يقفلوا عليها علشان التراب كده والمية. هنا الغسالة النص بتاعتها. كانت الغسالة الكبيرة كانت لسه برا، كانوا لسه هيدخلوها يعني. قولوا لي بقى رأيكم في شقة عروستنا النهاردة، وادعوا لها دعوة حلوة من القلب، وادعوا لي معاها، وادعوا لكل عرايسنا بالهنا والبركة والسعادة. ربنا يهنيهم ويسعدهم يا رب. وشجعوني كده بقى باللايك والاشتراك والكومنتات الحلوة والصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، علشان ان شاء الله ما اقعدش اتأخر عليكم في تنزيل الفيديوهات. واشوفكم ان شاء الله في شقة جديدة وعروسة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.